مشهد فظيع. الأشجار كلها ميتة. لا، ليس كذلك. انظر، رغم الإهمال تعيش الشجرة بقوة وتنشر جذورها في الأرض. هذه حالة صادقة عن قوة الطبيعة. أوه. لا تمسكوا. هل أنت بخير أيها العجوز؟ أنا لست عجوزا، أنا يوزاك. أوب. غريب. ماذا كنت تفعل في هذه الشجرة العالية سيدي يوزاك؟ إنه عملي. عملك؟ هذه الثمار لونها غريب. إنها ثمار شجرة البلوط، تدعى عادة بلوطة، وهي متعة وهبها الله لنا. أنا أحب الطيبات. لم أعتد على أكل شيء كهذا. بالمناسبة، إن كاكيرو هذا يبحث عن والده الذي اعتقله الإمبراطور جروس. أتفيدنا بشيء؟ إنه كاتب قصص خيالية ويدعى هارو هيكوشيكي. لم أسمع به. بالمناسبة، كم تعتقد أن يكون عمر هذه الشجرة يا كاكيرو؟ أتساءل. إنها تعيش منذ 1000 سنة. 1000 سنة؟ وخلال ذلك الزمن تعرضت لعواصف عديدة، والثلج جمد أغصانها، ومع ذلك ورغم قساوة الظروف فإنها استمرت لتعيش وتصبح هكذا. ربما ستعيش هذه البلوطات عدة آلاف أخرى، لذلك لن آكلها. هذه حالة هامة. إذا أنت دكتور يعالج أمراض الأشجار والورد، ها؟ إن كل شجرة أعالجها يكتب لها الشفاء والصحة. الجميع يدعونني بالدكتور الأخضر في هذه البلدة. الأخضر؟ دكتور؟ ألن تساعداني في عملي؟ لكن علي التزام يجب أن أؤديه. هذا صحيح. بالرغم من كفاءتك أظن أنه يستحيل عليك أن تجعل الثمرة الصفراء ثمرة خضراء. وتقول الإشاعة إنه في بلو أوشن كل الأشجار والورود قد ثبلت. ماذا؟ سأريك كيف سأعيد لها اللون الأخضر. ولا ثقتي بالنفس. ودان سيد يوزاك، ودان. ما القصة؟ لا بد أنني قد أصبت قدمي عندما سقطت من قبل يا كاكيرو. أتساءل إن كان ذلك صحيحا. يبدو أن هناك دافعا حرضة. بل لا يبدو أن هناك أي رغبة. اسمع أنت. ماذا ستفعل يا كاكيرو؟ لا شيء، يجب أن أبحث عن أبي. الأزهار تتفتح على الأشجار الميتة، أليس هذا ممتعا؟ عندما أقول لا يعني لا. إذا كان لديه دواء ينعش الورود الذابلة فإنه بإمكاننا الاستفادة من ذلك. نحن أزهاره. سيد نيتشي، سيد ساتشي. لا يمكن أن نتجاهل عجوزا مصابا يا كاكيرو. لنذهب يا كاكيرو. حسن، لقد تقرر. يبدو مثل السم. سم؟ أرأيت يا كاكيرو؟ سائق الشاحنة واحد من مجموعة سائقي الدراجات الذين اختطفوا والدك. لقد ابتلعت القمامة كلها. تبدو كأنها مركز النفايات الإمبراطوري جروس. شيء مناسب، عندما نمتلك مكانا كهذا لا نهتم بالنفايات. إذا بقينا هنا ربما نحصل على دليل لمكان وجود والدك. سنرى ما سنجده هنا. كاكيرو، كيرارا، اذهبا مع العجوز. ليس هناك خضرة في هذه البلدة أبدا، ويصعب التنفس إلى حد ما. وأنا أشعر بذلك أيضا. كيف تريد نوع الأكسجين؟ أكسجين؟ أكسجين الجبل، أكسجين الشاطئ، أكسجين المرتفعات. لدي كل شيء. دقيقة التنفس الواحدة ب1000 عند فقط.
إذا سمح السيد يوزاك الطبيب الأخضر. هذا السيد أخضر عمدة هذه البلدة. سنسرف بالتحيات. منذ متى أصبحت هذه البلدة هكذا؟ لا نعرف. لماذا لم تخبرني عن ذلك بشكل أسرع؟ لأنه من دون هذه الأوراق لم يكن هناك أزمة. أيها الأحمق! أنت ألست وقحا مع العمدة؟ اسمع، الأشجار هنا كلها تعاني من سوء التغذية. على أي حال إننا على ثقة بك أيها الدكتور. ستساعدنا في حل هذه الأزمة؟ ليست مشكلتي وحدي. لن يكون هناك أمل إذا لم تعتبرها مشكلة البلدة كلها. يا للمبالغة. ليست مبالغة. اسمع، إن الأشجار تحول أكسيد الكربون إلى أكسجين، وهذا يعني أنها تنقي الهواء المشوب الذي نتنفسه. إذا لم تعتنوا بهذه الأشجار، هل تعرفون ماذا سيحدث؟ أنت تحاول زيادة المبلغ الطبيعي. يا للوقاحة! هل هذا تقدير لأن السيد يوزاك عطل عمله لأجلكم؟ لا نستطيع التورط بأكثر مما تسمح لنا الميزانية أو جدول العمل. جدول العمل يومان فقط. هذا يكفي. حسنا، سنرى. مع أفضل تحياتي. إن دمي يغلي. يجب أن لا نقوم بأي عمل لأشخاص كهؤلاء يا سيد يوزاك. يا لك من أحمق. لم آتي إلى هذه البلدة لأن أولئك الناس قد استأجروني، بل لأن الأشجار والأزهار الذابلة تطلب مني النجدة فقط يا كاكيرو. أنا آسف يا سيد يوزاك، آسف. يسرني أنك فهمت، أما بعد فقد حان وقت العمل. لكن لو فشلت ماذا ستفعل يا سيد يوزاك؟ الورود المسكينة بالطبع يجب أن تنقل الأزهار من بيت الزهرة إلى هنا. يا لها من فكرة يا كرارة. عندها نطلق على هذه الحديقة اسم حديقة كرارة. سيكون في ذلك خسارة. مهما جلبت من الزهور فإنها ستذبل جميعا. هذا ما أوجدته بعد جهد كبير. إنها زهرة نادرة تعيش في أسوأ الأماكن. هل ساعدتماني؟ بالطبع. ماذا تفعلون؟ هذه نبتات ورود. بعد فترة قصيرة تتفتح زهرات جميلة. ما معنى أن تزهر الورود؟ ها؟ هل هذا الأمر مفيد؟ المسألة ليست هكذا. ألا يزعجكم عدم وجود الورود يا أصدقائي؟ ليس بالضبط. ماذا يعني أن يلعب طفل بين الورود؟ ما له من ولد غريب. ماذا؟ لا تقلق، سيفهمون حالما تزهر الورود يا كاكيرو. حسنا، سنجعل البلدة تمتلئ كلها بالورود والخضار. يا لها من فتحة غريبة. لقد ابتلعت الصخرة أيضا. ما هذا؟ يبدو أن شخصا ما يعيش هنا يا نيتشي. على أي حال سنخبر العجوز عن ذلك. نعم. ابقى أنت هنا للمراقبة وداعا. يبدو أنهم انطلقوا بسرعة. هذا كفيل بها. المدة الزمنية هي يومان سيد يوزاك. ألم يفت الأوان لفعل أي شيء؟ تأكدوا من ذلك. لا معنى لذلك. رأيت كاكيرو؟ إنها فظيعة. كان هناك
الهواء. في قعر تلك الفتحة ظهر شيء غريب. انظروا، خرجت من هنا أيضا. كانت مخيفة. إني متأكد أنها الأميبا. إنها حيوان وحيد الخلية يعيش داخل الأرض. أميبا؟ لكن الأميبا صغيرة لدرجة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. إذا لابد أنها قد أكلت كثيرا فأصبحت ضخمة. أحمق، أتظن أن أماكن مثل المطاعم داخل الأرض؟ وجدتها. لقد ابتلعت الأميبة هذه المادة وتحولت وأصبحت ضخمة جدا. صم. أنت تعرف المكان حيث رميت هذه؟ أي ليس لدي فكرة. وكيف لا تعرف ذلك؟ لقد رماها أحد أتباع الإمبراطور جروس في الفتحة خارج البلدة. نحن لا نعرف أي شيء عن جروس، لكنه سبق أن منحنا رخصة لرمي النفايات. هذا الرجل وقح. تعاني البلدة من مشاكل مالية، وما نحصل عليه مقابل رمي النفايات هو مساعدة كبيرة. هل يعني ذلك أنك تقبل أن تضحي بالنباتات؟ لا علاقة لهذا بذاك، أليس كذلك؟ أظن أنك تنتقدنا لأنك لست قادرا على العمل الذي طلب منك. إن السيد يوزاك ليس من هذا النوع. سأخبرك، نتيجة المواد السامة التي رميت في الفتحة تضخمت الأميبا لتصبح بحجم عملاق. هذا سخف. السبب في اختفاء النباتات في هذه البلدة هو أميبة عملاقة تمتص المواد الغذائية من الأشجار والورود. يبدو أنه حتى الطبيب الأخضر السيد يوزاك قد أثر عليه التقدم بالعمر. يجب إلغاء العمل الذي طلبناه منك، وأرجو أن تغادر حالا. ماذا تفعل؟ لم ينتهي حديثنا بعد. انظر يا سيادة العمدة، أتوسل إليك أن تجعل هذه تنمو لتصبح شجرة كبيرة. إن البلوطات تريد أن تنضج. عندما كنت صغيرا ألم تكن تجمع البلوطات وتأكلها يا سيادة العمدة؟ أي نوع من الحماقة هذا الحديث؟ هذا يثير في الذكريات. شجرة البلوط هذه التي تقع قرب طريق الظلام. إنها شجرة غريبة الشكل. عندما كنت صغيرا كنت دائما آتي إلى هنا وأجمع هذه الثمار. كانت تلك أزمانا سارة عندما كنت أفكر بها. لم يكن لدي الوقت الفارغ لأتمتع بالنظر إلى تلك الشجرة يا عزيزي. العودة إلى الماضي أمر عقيم. لقد اتخذنا الخيار المناسب. أتساءل فقط. وكيف لك أن تقول ذلك الآن؟ وهل يعني أنه في سبيل الحفاظ على الخضرة ستعارض الإمبراطور جروس؟ يبدو أنهم لن يصدقونا. فعلا لن يصدقونا إن لم نحضر الأميبا حالا يا بلينك. لنفعل ذلك يا كاكيرو. لكن وحشا كهذا سنذهب ونصطاد الأميبا. من الأفضل أن تنسى ذلك أيها العجوز. لا يبدو ذلك مزاحا، لنفعل ذلك. اسمع الآن. سأذهب بمفردي إن رفض الآخرون. قدمي. قد بدأ من جديد. كاكيرو، أعرف، سأذهب أنا أيضا. ستذهب معي؟ لقد فعلنا ذلك للتو. وهذه المرة ليست للمنفعة. أحيانا أتخيل أنه يجب أن أكون إنسانا عصاميا جدا. لا تقلق، هذا ليس كل ما أنت عليه. لكن الحراسة مملة جدا يا أصدقائي. لا تخيفونني. هذا أنتم؟ هل استيقظت سيد تامبا؟ نكتة سخيفة. نفايات من جديد. سيد يوزاك، هذه حماقة. من هؤلاء؟ هناك. تظن أنك ستنجو؟ لن ندعك ترمي المزيد من النفايات. أجل. هلا أسرعت وأخرجت الشاحنة من هنا. لا تعجل الأمور هكذا.
كاكيرو. يا إلهي، هذا قعر الحفرة. إذن هذه هي الأميبة التي كنت تتحدث عنها. سحقا لها. يا لك من وحش نتن. اسقط ميتا. يا إلهي. كاكيرو، انتهزم وحشا بهذا. لكن الوحش ليس سوى أميبة. انتبه. كاكيرو. 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 كاكيرو، هذه بعض من الشجاعة. أسرع وانجو بنفسك يا كاكيرو. ما أسهل الكلام سيد دابا. خذي خذي. كاكيرو. تبا، كيف نستطيع قتله يا بلاد؟ كيف؟ أتناسب يا كاكيرو. لابد أن للأميبة نقطة ضعف يجب أن نهاجمها من خلالها يا بلاد. هذا صحيح. أين تكمن نقطة الضعف هذه أيها العجوز؟ كيف لي أن أعرف ذلك؟ يا إلهي، أليس لديك أي شيء في تلك الحقيبة؟ لا شيء سوى أشياء كهذه. لا فائدة من ذلك. تختلع أي شيء. لا يوجد هناك شيء. هيا يا بلاد بسرعة. لا جدوى من ذلك، لا شيء يمكن أن يكون مجديا. أي شيء نعم هيا. لا جدوى. ماذا رششت عليها؟ ماذا تعني بماذا هذا؟ أكسجين؟ أيها العجوز، لأن الهواء ليس نقيا فإن الأكسجين كان قليلا، صحيح؟ بالطبع. ربما لأن الأميبا تضخمت بأكلها للسم، فإن نقطة ضعفها هي الهواء الصافي. كاكيرو، إنه الأكسجين. الأكسجين هو نقطة ضعفها. لن أدعك تهربين. إليك بهذه. يا لك من قذرة. لابد أننا نجونا. انظر. كاكيرو، براعم وأشجار من جسم الأميبة. لماذا؟ إنه السائل. لابد أن الأميبا قد امتصت أشياء عديدة، فهي تبدو كتلة من المواد الغذائية. بالإضافة لذلك، ولأن الهواء أصبح صافيا، أعطت تلك الكتلة براعما بجرعة تنفس واحدة. هاي لقد نجحنا. الآن يمكن أن نريح بالنا. إنجاز رائع. شكرا لك أنت سيد يوزك. وحش الأميبا قد اختفى، وهذا صعب أن يصدقه العمدة.
لا يهمني ذلك. عادت الخضرة والورود إلى الحياة، وهذا مصدر سروري. الخضرة جميلة أليس كذلك؟ نسيت لفترة طويلة لذة هذا الهواء. سيادة العمدة، ماذا تنوي بخصوصه؟ يجب أن نجد ما يعوض هذا الضرر. هذا يكفي، لا حاجة لذلك. بالنسبة لي لقد تعلمت من هذا الولد الشيء المهم، هو القلب الذي يقدر حتى هذه الثمرة. وإذا لم يكن لديكم ذلك لا يمكنكم أن تقولوا بأنكم عملتم باسم المواطنين. مع أن البلدة قد كسبت شيئا من الازدهار، لكن ما فقدته هو الازدهار في قلوب الناس. لن نسمح بعد الآن برمي النفايات هنا أبدا. هذا رائع.